هنتعلم ازاي نرسم الشكل من الصور اللي قدامي دي، ازاي ان انا احولها لرسومات، او ان انا لو جبت اي صورة قدامي ازاي احولها الرسمة، عن طريق ان انا بعمل حاجة اسمها تلخيص العناصر، او ان انا الخص الشكل اللي قدامي واحوله لاشكال. يعني الصورة اللي عندي دي صورة الكوباية اللي موجودة، لو انا عايز اخليها الاشكال، اول حاجة هي مكونة من الدايرة اللي فوق، مكونة من مستطيل، والمستطيل نازل بكيرف لتحت، او ممكن تكون مكونة من دايرتين ومستطيل. لما نيجي ننفذ نبدأ نجيب من الاشكال الاليبس تول اللي هي الدايرة، ونعملها بشكل بيضاوي كده، ونقفل اللون نخليه نون كولر، ونعمل ستروك اسود بالطريقة دي كده. بعد كده اجيب الريكتانجل تول اللي هو المستطيل، واجي من عند انكر بوينت، شايفين عشان وقفت على الحافة هنا جاب لي كلمة ايه؟ انكر، اللي هي البوينت، واجي عند الاخر وابدا ان انا اطول الشيب بتاعي بالطريقة دي كده. تمام، هبدأ بس ان انا احدد كله واصغره شوية. طيب انا هنا محتاج برضو ان انا اقلل شوية الاليبس بتاعتي، واجي هنا. طيب دلوقتي انا عايز ادخل اللاين ده لجوه شوية واللاين ده لجوه شوية. ممكن اعمل ايه؟ هجيب السهم الابيض اللي عندي وابدا ادوس كليك، بتظهر لي كلمة انكرو، وابدا ان انا اسحب لجوه. طيب علشان اسحب بالظبط مش بعشوائية، ادوس على شيفت، ومن الجنب التاني اعمل كده، بس مش مظبوط عندي. طب ايه الحل؟ هنا في تركاية مهمة قوي، ان انا ادوس على البوينت دي وادوس كليك يمين رايت كليك، واختار حاجة اسمها ترانسفورم، واختار الامر موف. من الامر موف هنا هبدأ ان انا اخلي الانجل بتاعتي زيرو، واجي عند بريفيو. طبعا اي بانل هتظهر عندي لازم كلمة بريفيو دي ادوس عليها علامة صح كده، عشان تبدأ تظهر معايا اي اعدادات هبدأ اعدلها في القائمة بتاعتي. ابدأ اجرب هنا 20 بكسل واشوف هتعمل ايه. هنا هتطلع لبره، فانا عايز ادخلها لجوه، فنخليها بالماينس، فندوس ماينس 35 واعمل بريفيو، بالنسبة لي كويسة، وادوس اوكي. واجي عند البوينت التانية بالسهم الابيض، كليك يمين واقول له ترانسفورم، الامر موف، واجي هنا اقول له موجب 35. اوكي، هنا ماينس وهنا بلس. طيب واجي عند الحواف اختارها كده، وابدا ان انا ايه؟ اعمل لها الانحناء ده عشان ابدا اوصل للشكل اللي قدامي. طيب هبدا بعد كده ان انا احدد الاشكال مع بعض، واجيب الشيب بيلدر تول بتاعتي وادوس كليك واسحب بالطريقه دي. يبقى انا كده دمجت الشيب ده بقى لوحده. طيب علشان الون كده عندي الشيب ده بقى كتله لوحدها وده كتله لوحدها، ادوس عليه واجيب الايدروبر تول من هنا واعمل كلر على اللون ده، واجيب الشكل من فوق اعمل الكلر ده. طيب عايز ادي عمق او دبس في الموضوع، فاعمل ايه؟ طيب انا عندي هنا في زياده بالاسود، هنحدد كده ونبعد عنها، او نحاول نسلكت ونديليت. هدوس الت وكليك بالطريقه دي كده، واجيب الايدروبر تول واختار الغامق بالشكل ده، وهبدأ ان انا اظبطه علشان الاطراف اللي موجودة عندي، فادخله سنة من هنا كده، وادخل الطرف ده من السنة دي كده. يبقى انا كده عملت المج بتاعي او الكوباية بتاعتي. بعد ما حددت كله اعمل كنترول جي. طيب احنا كده لخصنا العنصر. طبعا لو عايز نعمل الالوان اللي موجودة في الشكل ده نقدر نعملها بالجريدينت تول، او نقدر مثلا ان احنا نضيف لاينز، او نقدر ان احنا نعمل الرسم بتاعي باشكال معينه زي الفيديو بتاع الستايلات بتاعه رسم الالستريشن. ده اول شكل عندي خلص. هجيب بعد كده البنسل اشوف بيتكون من ايه. طيب البنسل عندي بيتكون من ايه؟ اول حاجه انا هبدا ان انا اعمل له روتيت عشان يتعدل معايا. عندي بيتكون من مستطيل ريكتانجل واحد، وبعد كده في مثلث في الاخر، وفي الشكل ده. طيب هنبدا نعمل المستطيل بتاعنا اهو، وطبعا نشيل الكالر بتاعي ونعمله ستروك. هبدأ ان انا اظبط الشكل بتاعي كده اهو. عايز اعمل الجزء بتاع الاستيكة اللي قدامي اهو على نفس الشيك،
واجيب الشيب بتاعي برضو من هنا، وابدأ ان انا اعمل الجزء المعدن بالطريقة دي كده، وعايز اعمل الاشكال اللي في النص، فهبدأ ان انا اعمل كنترول سي كنترول في وهقسمها بالطريقة دي كده. وعايز اعمل شكل المثلث، فاجيب من هنا شكل الستار اللي هي النجمة واعملها كده. علشان اخد من نجمة المثلث ممكن اعمل ايه، سهم لتحت من الكيبورد فتديني الشكل بتاع المثلث ده كده. واجيب السهم الابيض اللي هو الدايركت سيلكشن تول، او ممكن بكل بساطة اعمل الشكل بتاعي بس نخليه موجود معاه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده بالظبط. وممكن اصغر الاشكال كلها عشان ابدأ اشوف انا عملت ايه، صغرها حاجة بسيطة كده. ونبدأ بعد كده نلون، نجيب الجزء اللي فوق ونجيب الايدروبر تول وناخد اللون اللي بره، ونجيب طبعا الريكتانجل ده عشان اطلعه لقدام كنترول شيفت واكبر من او حرف الدال، واختار الشكل الفضي ناخد لون اغمق شوية، واجي بعد كده عند اللون ده واعمله غامق، او ناخد الاورنج بتاعه التقيل شوية، واللون ده نعمله الفاتح شايفين. واجي عند سن القلم ده كده انا عملت الاشكال الاساسية المكونة للقلم تمام. طيب بس ناقص عندي شوية ديتيلز، زي ان انا ممكن اجيب الدايركت سيلكشن تول من الحواف واسلكت الاتنين مع بعض، او كليك على اول واحدة شيفت وكليك على التانية واعمل الطريقة دي كده، فيبدأ يديني الراوند بتاع الاستيكة اللي موجودة. طيب هنا انا محتاج ازود شوية تفاصيل، فاقدر ان انا ارسمها برضو بالاليبس تول. وعلشان اعمل الشكل اللي هو المثلثات دي اقدر ان انا اعمل مثلث صغير اهو، هو بقى جاهز عندنا بالستار تول، واخليه بالشكل ده كده، او اظبطه بالظبط يكون على الشكل ده كده، واخده كوبي الناحية التانية فيديني الافكت بتاع القلم الرصاص. طيب انت ممكن تدي ستروكات عشان كله يبان معاك، وهيبقى عندك الجزء بتاع السن الرصاصي اللي موجود، فانت ممكن بكل بساطة تعمل شيب عادي بالطريقة دي، نحدد كله ونجيب الشيب بيلدر وندوس كليك هنا وندوس ديليت كده، انت بقى عندك الشكل ده لوحده. تقدر تجيب الايدروبر تول وتديله الشكل الرصاصي بتاعنا بالطريقة دي. طيب نحدد الشكلين دول مع بعض، ندوس جروب وناخدهم الجنب التاني علشان نقدر نرسم الشكل ده. ده مكون من ايه؟ مكون عندي من يا اما مربع واحد وهضيف عليه انكر بوينتس علشان اظبط الموضوع ده. طيب تعالى نشوف، ندوس شيفت ونعمل مربع ونخليه باللون الاسود. طيب علشان اضيف نقط للمربع ده ركز معايا، دي تركية برضو من اوبجكت، هقول له باث بعد كده اقول له اد انكر بوينتس. لو جبنا السهم الابيض هنشوف البوينتس اللي هو ضافها، هو ما بين كل نقطتين ضاف ايه؟ نقطة. هجيب تاني الاوبجكت باث واقول له اد انكر بوينت. طيب واجيب النقطتين دول وادوس شيفت علشان يبداوا يتحركوا معايا تمام. طيب هل مثلا الجزء ده كويس؟ هنشوف. هجيب بعد كده من فوق هنا هحدد وابدا ان انا اعمل راوند للشكل بتاعي، واجي هنا برضو هعمل راوند. شايفين بقى شبه البرطمان ازاي؟ شايفين شكله بقى عامل ازاي؟ طيب ممكن نبدأ نلون الشكل بتاعي. طيب ده لو احنا بنتعامل في المربع. طيب ممكن نوصل له تاني ازاي؟ ممكن نجيب مستطيل، نشيل برضو اللون بتاعي واخليه ستروك اسود، واجيب مستطيل تاني
اطول منه شويه، واجيب البوينتس اللي هي هجيب السهم الابيض دايركت سيلكشن تول، وابدا ان انا اراوند كله مع بعض بالطريقه دي كده، وادخل الجزئين دول في بعض. ممكن اختار تاني البوينت دي بس لوحدها بالدايركت سيلكشن تول اللي هو السهم الابيض، وابدا ان انا اعمل الشكل بتاعي كده وهكذا. ممكن لو لفيت الشكل ده يظبط معايا اكتر اهو. نبدا بعد كده نلون، ناخد اللون ده مثلا وناخد اللون ده. طبعا انت في ديتيلز كتير هتبين معاك الشكل بطريقه اكتر لو استخدمنا الجريدينت او الوان تانية، بس انا بوريك ازاي نقدر نلخص العنصر ونطلع بالشيب بتاعي عشان تعرف ان كل صورة او كل حاجة عموما مكونة من اشكال. طيب نعمل ازاي شكل البيضة دي مكونة من ايه؟ بسيطة خالص، دايرتين، دايرة كبيرة ودايرة صغيرة. طيب نجيب الدايرة الكبيرة ونعمل لها ستروك اسود كده، ونجيب جواها دايرة صغيرة كنترول سي كنترول اف، ركز في دي علشان يبقى كوبي بيست فوق اللاين بالظبط، وادوس الت وشيفت ومن زاوية وابدا ان انا اصغر البيضة بتاعتي. طيب طبعا هي مش دايرة قوي، هي بيضاوية، فانا ممكن نبدأ ان انا اقلل الحجم بتاعها او ازوده بالطريقة دي كده او كده مثلا، واخد اللون بتاعي، ادي اللون بتاعي اهو، وناخد اللون الافتح شوية. طبعا انت لو ضفت تفاصيل هتبان معاك اكتر. دي بتخلينا ازاي نبسط الصور اللي قدامنا او الاشكال اللي قدامنا ونحاول نحولها لاشكال لشيبس، زي ما احنا شايفين كده ان الكوبايه عندي لما كانت مكونه من دايره ومستطيل ودايره قدرت ان انا ارسمها بكل بساطه، ولما عملت تشريح للقلم اللي قدامي قدرت ان انا اوصله للستريتور، ولم في نفس الكلام في البيضه او في العيش. طيب انا لو قدامي اي صوره دلوقتي عايز احولها لفيكتور او فلات ارت، اقدر ان انا اعمل ايه؟ اجيبها قدامي وافتحها جوه الالستريتور واشوف هي مكونه ايه الاشكال اللي كونتها، وابدا ان انا ارسم الاشكال دي جوه بعض او جنب بعض علشان اكون الشكل بتاعي الاساسي. وطبعا ممكن بعد كده اضيف ستايلات زي اللي احنا رسمنا بيها الليمون، لو فاكرين درس الليمون لما رسمنا الليمونه باشكال كتير قوي، ستايل ال 3 دي والفاندج والستايل الفلات وستايل السكتش. تمام، تقدر ان انت تنفذ كل واحده فيهم بالستايل اللي يعجبك. وان شاء الله في درس جديد هنشرح فيه ازاي نرسم صوره من السكتش للتنفيذ الفيكتور النهائي بطريقه بروفيشنال. واشوفكم في درس جديد واتمنى تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في اي تريكايه حابين نشرحها اكتبوا لنا في كومنت.